بنسمع بالأخبار بشكل مستمر إنه تم اختراق وتسريب بيانات ملايين المستخدمين لموقع عالمي معين. هل أنت مشترك في هذا الموقع وهل تم تسريب بياناتك؟ طيب، كيف بدي أعرف إنه تم تسريب بياناتي في الماضي وكيف في المستقبل ممكن أعرف إنه تم تسريب بياناتي؟ اليوم رح نتعلم طريقتين لنعمل هذا الإشي. الأولى إنه ندخل على موقع Have I Been Pwned ونشوف إذا تم تسريب إيميلنا ومعلوماته في الماضي. ادخل عليه، حط إيميلك، اعمل بوند، انزل لتحت شوي راح تلاقي إنه تم تسريب مثلا هذا الإيميل في اللينكد إن في 2016 مع 164 مليون إيميل وباسورد، في الدروب بوكس في 2012 وما إلى ذلك. ثانيا إنك تدخل على حساب الجيميل الخاص فيك، تضغط على Manage your Google account أو إدارة الحساب، روح على قسم الأمن أو السكيورتي. في النهاية انزل للأخير، راح يكون عندك قسم دارك ويب ريبورت أو تقرير النت المظلم. أهم شيء يكون هذا on فعال وعليه صح أزرق حتى يتم إبلاغك في المستقبل بأي محاولات تسريب أو إذا تم تسريب بياناتك. تقدر تضغط على See Results، بفتح لك تقرير وين تم تسريبه سابقا. النصيحة اللي لازم تعملها، بتقدر تضغط على الريزلتس هون حتى تشوف وين وأي زمن وأي تاريخ. النصيحة اللي لازم تعملها أنت إنك مباشرة إذا وجدت اسمك تقوم بتغيير كلمة المرور لكلمة صعبة وإنك تفعل المصادقة الثنائية على حساباتك الخاصة.